انك انت اللي خبطت الراجل. راجل مين يا ست النقيب؟ قلت لحضرتك اكتر من مره انا ما خبطتوش وعمري ما شفته قبل كده. امال مين اللي خبطه؟ انا؟ وانا مالي؟ اكيد عربيه خبطته وهربت. خبطته وهربت. حلوة قوي قوي قوي. كمل. وانا راجع من شغلي لقيته وسط الطريق عمال ينزف والعربيات ماشيه من حواليه ما حدش سايق فيه. قمت وقفت وجريت وشلته لاقرب مستشفى. وبعدين؟ ابدا، في المستشفى خدوا اسمي وعنواني. ليه؟ عادي يعني، اجراءات طبيعيه الواحد بيبلغ عن حادثه. وبعدين الدكتور قال لي انا اقول لك. وبعدين دكتور المستشفى اتصل بيا وبلغني بالوضع عنده. طلبت منه انه يعطلك لحد ما نوصل. وبالظبط وصلنا في الوقت المناسب وقبضنا عليك قبل ما تهرب من المستشفى. ايه السخافه دي؟ انتوا قبضتوا على جاسوس. انا قلت لك انا ما اعرفش اي حاجه عن الراجل ده، وبعدين انت معطلني على الفاضي وده مش قانون. لا قانون. نقل المصاب هو المشتبه فيه رقم 1. قانون ايه ده؟ الطبيعي ان المتسبب في الحادثه غالبا بيهرب، واللي بينقل المصاب للمستشفى شخص متطوع وشهم وعنده. مفيش مجال للشهامه هنا، ده قانون. مستحيل يكون ده القانون. انت هتعلمني القانون؟ لا طبعا، انت ظابط، وظباط الشرطه اكتر ناس بتفهم في القانون، بس المفروض ان هم يكونوا في خدمه الشعب. انت عندك شك اننا غير كده ولا ايه؟ لا ما عنديش شك ابدا، بس تقدر تقول لي دلوقتي اقدر امشي امتى؟ بعد عرضك على النيابه. نيابه؟ نيابه ايه؟ انا مش مجرم. بس المصاب لسه فاقد الوعي وانت متهم باصابته، يعني لازم تتعرض على النيابه وهي اللي تقرر. يا اما تفرج عنك يا اما تؤمر بحبسك. حبسي؟ هو ده جزاء الشهامه؟ تقبضوا عليا وتحبسوني لان انقذت واحد بيموت في الشارع؟ ادعي ربنا انه ما يكونش مات فعلا، والا هتبقى متهم بالقتل الخطأ. قتل خطأ؟ ده ظلم، حرام. انتوا عايزين الواحد يعمل ايه لما يشوف واحد مصاب في الطريق؟ يسيبه لما يموت؟ هو ده جزاء الشهامه. المرة الجاية يبقى خلي شهامتك على جنب، عشان لازم يبقى في حد يدفع الثمن. شاويش عزة! مهما تصرخ ولا حد هيسمعك، وتصرخ مهما تصرخ ولا حد هيسمعك. مفيش مركب هتقدر بالعمر ترجعك، مفيش مركب هتقدر بالعمر ترجعك. وبقينا ازاي كده؟ يا عيني عليك يا طيبة لما بتضيعي منا. لما بنصحى نلاقينا باين حد غيرنا، وبعز الاحتياج لحضن يضم